السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبيباتي؟ يا رب تكونوا دايما بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. فيديو جديد مع بعض ان شاء الله، دايما متجمعين في الخير. فيديو مشتريات الشهر لشهر يناير 2024. كل سنة وانتم طيبين، عام جديد بإذن الله ان شاء الله. كل اللي كان نفسه في حاجة وما قدرش يحققها السنة اللي فاتت يحققها السنة دي، اللهم امين ان شاء الله. مع بعض هقول لكم انا جبت ايه الشهر دوت. يعني انا حاولت اقتصد قدر الامكان، لان صراحة الاسعار زادت جدا بصراحة. الفترة دي الاسعار في جنون وارتفاع مستمر. حاولت اني اقلل احتياجات، يعني الحد الادنى من الاحتياجات اللي انا عايزاها، ان شاء الله تكفي وتوفي ويملى بيوتنا وبيوتكم دايما بالخير، اللهم امين. يسترها معانا جميعا يا رب. تعالوا معانا نخش كده على الحاجات الاساسية، ويعني ايه نسيبنا من الرفاهيات. ولو اني يعني الحمد لله انا الشهر ده ما جبتش اي رفاهيات، تقريبا كل الحاجات اللي انا جبتها حاجات ضرورية ومهمة. ولو انتي اول مرة تشوفي القناة يا ريت تشتركي من الزرار اللي تحت الفيديو، هيظهر لك الجرس، دوسي على الكل علشان يوصلك كل اللي بنزله. ما تنسيش اللايك وكلامك الحلو اللي بيشجعني. من اكتر الحاجات اللي يعني مغلبانا كلنا وتقريبا بتبوظ الميزانية الرز الشهور ديت او الشهر ده بالذات، لان سعر الرز خلصنا من السكر، طلع لنا سعر الرز بقى يعني جنون بجد. سعر الرز الشهر ده جنون. رز الصقر ده يعني انا كنت جايباه بجد من شهرين ب21 جنيه، اخر الشهر فوجئت ان هو بقى ب29 دلوقتي، يعني عدى بقى بحاجة و30. بصوا انا جايبة ال5 كيلو على بعض لاني لقيت فيها وفر، عن ما اني اجيب كيلو. كان الكيلو ب37، لكن ال5 كيلو على بعض كانوا عاملين 175 جنيه، فتقريبا كان فيها وفر حوالي 10 جنيه. فجبت الشكارة على بعضها 5 كيلو، وخصوصا ان انا كده كده بيكفيني 5 كيلو. الرز اسعاره يعني اقل حاجة ب32 33 ووصل لحد 40. فيعني الله المستعان، مش عارفين هنعمل ايه بجد. يعني الواحد لو فايض معاه فلوس هيروح يجيب شكارة تانية، علشان طبعا مش عارفين الرز ده في رمضان هيبقى عامل سعره ايه، يعني مش عارفين بجد. طيب، من الحاجات كمان اللي برضو يعني تحس ان هي بقت مش موجودة في كل مكان، اوكسي. يعني انا رحت بيت الجملة اللي قريب مني عشان اسأل على اوكسي، قالوا لي مش موجود بقاله فترة. فجبته بقى من فتح الله اللي هو في العجمي. ده عامل 244 جنيه. هو على فكرة حجمه مش كتير، ده هو 4 كيلو بس. ليه كان في عرض عليه اللي هو 4 زائد 2 كيلو ب290 تقريبا. بس الحقيقة كان بعطر اللافندر، وانا بصراحة من الناس اللي ما بيحبوش عطر اللافندر، ما لقيتش لا بنسيم الربيع ولا بنسيم البحر فيه على العرض، فاضطريت اجيب ال4 كيلو ب244. طبعا في عروض تانية على حاجات تانية، بس احنا يعني الحمد لله مش هنجيبها. كمان جبت وفير علشان المواعين وكده، سعره كان 60 جنيه، عليه خصم 7 جنيه، بقى سعره 53 جنيه. بس الحقيقة العرض ده مش هتلاقيه في فتح الله العجمي ستار. فتح الله العجمي ستار سعره 63 جنيه، لكن انا جايباه من بيت الجملة هنا قريب مني، كان عليه العرض فقلت استغله. طبعا يعني الواحد بيحاول يستغل العروض، خصوصا لو ما كنتيش هتركبي مواصلات. يعني لو العرض اللي انت المكان اللي انت رايحه تجيبي منه الحاجه هتركبي له مواصلات، فالمواصلات تاخد تمن العرض غير بهدلتك وتعبك ومروح ومجي، فما منوش فايده. لكن لو قريب منك الحاجه وكويسه طبعا تستغلي العروض. من الحاجات كمان اللي اسعارها زادت قوي الدقيق. جبت اورجن، ده عامل 20 جنيه دلوقتي، ما بقاش سعره زي زمان ال 18 جنيه وكده. جبت 3 اكياس منه. طبعا احنا هنحاول في الشهور ديت نحاول كل واحد بقى كده يشيل له كيس كيسين، علشان كل سنه وانتم طيبين، العيد وكحك العيد. كان في انواع تانية يعني نفس السعر 19 20 21. الضحى كان ب27، بس الحقيقه انا ما جبتش غير النوع اللي انا متعوده عليه، وما حاولتش اغامر بقى واجرب. يعني الواحد ما بقاش معاه فلوس ان هو يغامر ويجرب ويجيب من ده ويجيب من ده. بس يعني ايه برضو لو الاسعار زادت قوي هنضطر نغامر يعني ونجرب بقى. جبت كيس دقيق سميد دوبيلا
ده سعره 38 جنيه. ده دقيق السميد اللي هو بتاع البسبوسة وبتاع الحجازية. جبته بصراحة. انا بحب اجيب يعني هو انا بجيب مثلا كيس او كيسين تقريبا السنة كلها، فلما بحب بجيبهم من نوع نضيف، مش بحب اجيب من السايب الصراحة. حاولت اشوف لو في 5 minutes او اي ماركة تانية السعر يكون قليل شوية او حنين، ما لقيتش غير في دوبيلا، فاضطريت ان انا اجيبه. طبعا من الحاجات اللي اسعارها زادت جدا المكرونات سعرها غلي جدا، رفع فبقت ب 28 جنيه كيس مكرونة حوا اللي هو الكيلو على بعضه. طبعا الصغير اللي هو 400 جرام ب 11 و11 ونص تقريبا، وبعض الاماكن 11 ونص تقريبا. فالكيلو طبعا فيه وفر كتير قوي، لان الكيس الصغير ده 400 جرام، لكن دوت كيلو على بعضه. انتي بقى جهاتي الكيلو واقسميه على مرتين او على حسب استخدامك زي ما انتي بتستخدمي. جبت من المكرونة دي وكمان من الاقلام دي. جبت كمان المكرونة اللي هي جبت من لسان العصفور والشعرية من النوع ده اللي هو آدم. على فكرة هو آدم وحواء تقريبا شركة واحدة، بس انا بحب الصراحة. شايفين حبة لسان العصفور الطويلة دي؟ انا بحبها. لما بتحطيها في الشوربة مش بتتخن كده وتبقى سميكة وتخينة، لان المبططة العريضة دي بتبقى شكلها مش حلو قوي لما بتعمليها في شوربة لسان عصفور، لكن دي حلوة. كمان المكرونة الشعرية بتاعت آدم طعمها حلو وشكلها حلو يعني، برضو مش بتعجن يعني، الحمد لله انا مجرباها. فجبت منها جبت كيسين، دي ب10 جنيه الكيس. لسان العصفور ب10، اما الشعرية ب9.5. طب ليه ده من بيت الجملة؟ ده من فتح الله متهيالي، بس يعني ايه هو مزودين نص جنيه في السعر. الكيس عبارة عن 350 جرام مش 400 جرام كمان عشان تبقوا عارفين. جبت كمان الرز المارفل دي، الرز تايلاندي اللي هو يعني رز تقريبا بسمتي، يعني زي البسمتي، هما ما بيقولوش عليه بسمتي بس هو بسمتي. أرز طويل الحبة ذهبي. ده في الكيس ب59 جنيه، عليه خصم 9 جنيه فبقى سعره 50 جنيه. طب الكيس ده فيه منه برطمان. البرطمان على فكرة سعره 70 جنيه هو بالظبط، بس انا مش محتاجة البرطمان، انا عندي المنظم فبفضي الكيس في المنظم وخلاص كده. فده حلو وانا مجرباه، ده اللي انا بعمله معاكم دايما. النوع ده حلو، سعره 50 جنيه للكيلو، كيلو كامل، فطبعا حلو. انا يعني ايه قلت فرصة نجيبه. انا مش بعمل رز بسمتي كتير، يعني هي مرة او مرتين في الشهر بالكتير قوي، فيعني غالبا الكيس ده ممكن يقعد عندي شهرين. شاي الوردة ده عامل 49 جنيه، دول حوالي 100 فتلة. بصراحة برضو بيقعد مدة طويلة، يعني ممكن يقعد شهر 2، ممكن يقعد شهرين او شهرين وشوية عندي، فبحب اجيبه. وهو يعني بصوا عشان انا بشرب الشاي من غير سكر، وهو بيبقى مش تقيل قوي، عشان برضو نبقى مع بعض في الصورة. بس كمان لو سبتي فيه الفتلة شوية وحركتيها كده وهزتيها بتتقل برضو، بس هو مش بيبقى تقيل قوي وما بيدينيش طعم المرارة الجامدة، لان انا زي ما بقول لكم انا بشرب الشاي من غير سكر، فكويس جدا بالنسبة لي النوع ده. اتمنى ان هو ما يبطلوش ينتجوه، لاني سمعت ان الشركة اتصفت وبقى بدل شاي الوردة شاي الوردتين، بس يا مسهل الحال يا رب. كمان الاسعار ما تزيدش وربنا المستعين. لو وصلتي معايا لحد هنا يا ريت تكوني اشتركتي من الزرار اللي تحت الفيديو وفعلتي رمز الجرس وعملتي لي لايك حلو زيك. جبت ب 22 جنيه، انا قلت له عبيلي ب 20، هو عبى ب 22. الكيلو ده ب 250 جنيه، فيعني الشويه دول ب 22 جنيه. يعني انا مش بستخدمه، مش بنشرب لبن طبيعي، لكن ده بستخدمه في المعجنات، فب 20 جنيه حلوين قوي كل شهر. جبت كمان الفلفل الاسمر الحصى ده، ربنا يجازيكم خير، نصحتوني كتير ان انا اجيبه فعلا حصى، وهو فعلا بصراحه بيفرق في الريحه والطعم. حبه صغيرين بيدوني يعني نكهه جامده قوي. وحبيبتي اللي قالت لي حطي معاه شويه ملح وادعي لي، انا بدعي لك من غير حاجه والله، ربنا يكرمكم كلكم وجزاكم الله خيرا. بما اني جربت الفلفل الاسمر الحصى ولقيته احسن كتير من الناعم، فكمان جبت دول برضو ب 19 جنيه و15 قرش كده. كمون
حصى، ولو ان يعني بصوا يعني تحس ان هو ناعم برضو، مبدور جامد، فيه بودرة قوي هناك. بصوا شايفينه بودرة يعني مش حصى، بس المهم يعني ايه، يعني حلو يعني الحمد لله. هنصحنه باذن الله، وبرده الكمون يبقى احسن وهو حصى من ان هو يبقى مصحون. جبت كمان ربع سمسم، الكيلو عامل 180 جنيه، دول ربع بحوالي 43 جنيه و90 قرش. الكمية دي انا بعملها طحينة، يعني انا بحب اعمل الطحينة في البيت، لان انا مش بحط على الطحينة دقيق ولا حاجة. وكمان بستخدم لها زيت من الزيت اللي انا عارفة يعني ان هو نضيف بتاعي، فبيبقى كده بالنسبة لي احسن. جبت كمان نص عدس، يعني بحوالي 25 جنيه و40 قرش، هو الكيلو عامل 56 جنيه. العدس بيبقى في فتح الله كويس، وانا بجيب منه دايما، فالحمد لله. كمان جبت ورق لورا، الكيلو برضو من ورق اللورا عامل 160 جنيه، فالحبة دول ب9 جنيه، هم حبة حلوين يعني بيقعدوا. انا مش بستخدم ورق اللورا كتير في الاكل، انا بستخدمه بس لما بعمل رز بسمتي، وبستخدمه في النقع للفراخ وانا بنقعها، يعني مش بحطه على الشوربات ولا الحاجات دي. كمان جبت خلطة الدجاج المقرمش دي من 5 minutes. بصراحة انا ما جربتهاش قبل كده، ان شاء الله اجربها واقول لكم رأيي فيها، ولو حد جربها برضو يا ريت يقول لي رأيه وهي عاملة ايه، حلوة ولا لا. كان في خلطة الحامي، بس انا خفت تبقى حامية قوي، فقلت اجرب البارد. ما لقيتش باكيتات صغيرة، لقيت بس الحجم الكبير ده فجبته. دي كانت عاملة 15 جنيه. دريم كيك شيف دي الحجم الكبير اللي هو 23 جرام، عامل 6 جنيه ونص. برضو يا جماعة انا هقول لكم ان بعد التجارب الكتير وبعد نصايحكم ولما جربتها، اكتشفت السبب ان هو بيغمق الكيكة. وحبيبتي برضو اللي قالت لي جزاك الله خيرا، ربنا يكرمك، بصراحة فعلا كلامك كان حق. اللي بيغمق الكيكة ويخليها غامقة من جوه كده مش الدقيق خالص، لان انا استخدمت كمان دقيق دوبيلا وعملت بيه الكيك وبرضو طلعت غامقة. اللي بيغمق الكيكة يا جماعة البيكنج باودر. البيكنج باودر بتاع دريم حلو وما بيغمقش الكيكه خالص، بيخليها فاتحه وبيضه جميله جدا، زي ما شفتوها كده وانا بفطر بيها في البلكونه في الفيديو اللي قبل اللي فات تقريبا. كانت حلوه قوي. غير كده اي نوع تاني بتستخدميه البيكنج باودر اللي هو سان جورج اللي هو فيه اخضر ده، بصراحه بيغمق الكيكه فعلا. حبيبتي اللي قالت لي جزاك الله خيرا، وانا جربت كل اللي انتوا قلتولي عليه. هي كلامها طلع صح بجد. حجر ايفريدي ده حجر للسخان، ده ب55 جنيه. جلوري حنة للشعر ب31 جنيه ونص. الشهر اللي فات جربت فاتيكا، بصراحة ما عملتش اي لون، كانت وحشة جدا، نشفت الشعر شوية، فقلت اجرب دي، مش عارفة برضو هتعمل ايه. انتوا عارفين انا اللي قالت لي على الصبغة، انا مش عارفه، يا ريت تكوني سامعه الفيديو، انا مش عارفه اجيبها منين. قلتيلي على نوع صبغه وقلتيلي ان هي تركي، بس انا مش لاقياها خالص، مش عارفه اجيبها منين. لو تعرفي بتتجاب منين قوليلي، يبقى جزاك الله خيرا يعني. ولو حد يعرف اي نوع حاجه كويسه ممكن نصبغ بيها الشعر، يا ريت يقولي وتقولولي برضو اجيبها منين، عشان انا مش عارفه. جبت ادمي كاتشب، ده مش حامي، ده البارد. جبته، هو كان سعره 21 جنيه، عليه خصم 3 جنيه فبقى سعره 18 جنيه. علبة السمنة كريستال بطعم السمنة الفلاحي، مكتوب عليها غير مهدرج. انا عارفة برضو ان هي مش صحية قوي، بس بضحك على نفسي. المهم ان هي عاملة 58 جنيه. انا جايباها يعني بتساعد معايا شوية وانا بعمل الحلويات الكيكات الحاجات دي. يعني معلقه من دي على معلقه من دي بتظبط الامور شويه، لان الاسعار بقت صعبه قوي، الحاجات دي ما بقتش برضو رخيصه يعني. ملح نور دي عامله 8 جنيه. عسل نحل مجدي دي عامله 36 جنيه، وزنها 250 جرام. دي الصغيره، العبوه الصغيره وزنها 250 جرام. ازازه الزيت عافيه دي اللي هي لتر و600 ملي، يعني لتر ونص وشوية، دي عاملة 155 جنيه. الجبنة الموتزاريلا بيور دي عاملة 86 جنيه، ده نص كيلو. الحقيقة بقالي كذا شهر ما جبتش، قلت بقى يعني ايه، عايزة اعمل شوية حاجات فجبتها. هي غالية شوية بس برضو يعني ايه، عشان هي لبن طبيعي،
ودورت على نوع اقل من كده ما لقيتش خالص. لو يعني انا ما لقيتش في فتح الله الصراحه اي انواع اقل من كده وتكون لبن طبيعي. بس هي الصراحه اسعارها بقت فظيعه، يعني الجبن عامه اسعارها بقت فظيعه. جبت كمان بسكوت بيمبو ده 24 قطعه. كان سعره 57 جنيه. نزل عليه خصم 7 جنيه، بقى ب50 جنيه. بس هو حجمه صغير قوي يعني عشان ما تتصدموش. طبعا احنا كلنا منه كتير. بصوا ده حجمه. بصوا على فكرة الكاميرا كمان مكبراه يعني، لكن هو حجمه صغنن قوي. بصوا حجمه بالنسبة لايدي، شايفينه حجمه صغير قوي، صغير يعني بجد حاجة كده مش. بصوا بالنسبة للكيس دريم، بصوا حاجة يعني فظيعة. بس يعني هو قطمتين او قطمة واحدة يعني، لو الواحد بياكل حاجة قطمة. فالله المستعان يعني صغروا الحاجة قوي قوي. هما كاتبين عليه ميني يعني. بس دي كل المشتريات. انا طبعا زي ما قلت لكم يعني عايزة اجيب حاجة كبيرة للمطبخ، ان شاء الله تجيني في اقرب وقت. انا طالباها بس لسه ما جاتش. ان شاء الله لما اجيبها هفرجكم عليها باذن الله. طبعا انتوا معايا في كل حاجة وكل خطوة عشان تقولوا لي رأيكم في كل حاجة انا بعملها باذن الله، وناخد من رأي بعض. انا بحب جدا كلامكم وشورتكم عليا وارائكم اللي بتكتبوها لي في التعليقات، ما تحرمش منكم. جزاكم الله خيرا والله على كلامكم الحلو. لو انتي اول مره تشوفي القناه يا ريت تشتركي من الزرار اللي تحت الفيديو وتفعلي رمز الجرس، دايما هيوصلك كل جديد. ما تنسيش اللايك دعما منك ليا. اشوفكم على خير في فيديو جديد. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.